عضلات البطن هي العضله الوحيده تقريبا اللي مش بتحتاج اوزان زي باقي عضلات جسمك، وكمان بما اننا ان احنا داخلين على الصيف ولازم ان انت تظبط الفورمه، فالنهارده جايب لك روتين تمرين عضلات بطن كامل في البيت. ولكن قبل ما نخش في التمارين على طول هقول لك على شويه حاجات لازم تخلي بالك جدا منها عشان تستفاد من التمرين ديت اقصى استفاده. اول حاجه وهي ان عضلات البطن زيها زي اي عضله في جسمك. اي عضله في جسمك بتتطور عن طريق ان انت بتمرنها وبتحطها تحت ضغط قوي، فبعد كده بتريحها فالعضله بتعمل استشفاء وبتعمل ريكفري، بعد كده العضله بتتطور وبتبقى احسن. فلو انت فكرت ان انت هتمرن عضلات بطنك كل يوم بحيث ان انت تعمل نتيجه زياده، انت كده هتهلك بطنك زياده او هتهلك عضلات بطنك زياده ومش هتعمل اي نتيجه، بل بالعكس انت كده ممكن تعمل هدم لعضلات بطنك ومفيش اي حاجه تستفادها في الاخر. فلو انت هتتمرن عضلات بطنك في الجيم ممكن تتمرنها مرتين، وفي البيت برده ممكن مرتين بالكتير قوي، لما تعدي تبقى 3 مرات. اكتر من 3 مرات ملهاش اي لازمه. تاني حاجه وهي الاكل. البطن بالذات هي اكتر عضله بتتاثر بالاكل، بمعنى ان اي عك بسيط في الاكل اللي انت بتعمله اكتر حاجه بتتاثر بطنك، عشان المنطقه اللي حوالين بطنك هي اكتر منطقه بيتكون فيها دهون اسرع من اي مكان تاني. احنا دلوقتي بنتعامل مع شخص عايز يبين عضلات بطنه، فالكربوهيدرات بتاعتك او النشويات او الكارب اللي هتدخلها لجسمك تكون متوسطه، من متوسطه لقليله، حاول انت ما تزودش فيها خالص. الفاتس او الدهون اقل حاجه على قد ما تقدر، والبروتين هنعليه على قد ما نقدر، عشان البروتين هو الحاجه الاساسيه او العنصر الاساسي اللي هنعتمد عليه في بناء العضلات، ده في اي عضله مش في البطن بس. وعدد الوجبات بتاعتك يبقى ما بين 3 ل 5 وجبات في اليوم. في ناس كتيره جدا بتغلط وهي بتاكل وجبه واحده بس في اليوم اعتقادا منها ان هي كده هتخس اسرع او ان هي هتعمل نتيجه احسن، ولكن الكلام ده غلط تماما. انت لما تدي لجسمك عجز زياده جدا عن اللي هو محتاجه، ده ممكن يسبب لك مشاكل صحيه كتيره جدا، غير بقى فكك من الدهون وشكل جسمك، ممكن يحصل لك اي مشاكل ملهاش اي لازمه ان انت تعرض جسمك ليها. ولكن 3 ل 5 وجبات هتكون بكميات قليله اللي انت ممكن تبقى بتدبها في وجبه واحده، لا هنقسم الدبه ديت هنقسمها على 3 ل 5 مرات في اليوم، هتكون دخلت لجسمك كويس جدا، بجانب ان انت لما بتاكل وجبات كتيره جدا على مدار يومك دوت بيساعدك ان انت بتزود الحرق. تالت حاجة اشرب ميه كتير. الميه ليها فوائد كتيرة جدا مش بس للهضم، ولكن الميه كمان بتساعدك على حرق الدهون، فانت عايز تبين عضلات بطنك فلازم تحرق دهون. ورابع واخر نقطة وهي العب كارديو. الكارديو او التمارين اللي نبضات قلبك بتزيد جدا فيها دي بتساعدك ان انت تحرق دهون، وانت عايز تبين عضلات بطنك فلازم تحرق الدهون اللي موجودة على منطقة بطنك او دهون جسمك عموما. عشان في ناس كتيرة جدا مش فاهمة النقطة ديت، ان انت تقول لي انا عايز اخسس بطني او ان انا عايز اخسس ارداف او عايز اخسس اجزاء معينه في جسمك، لا، جسمك كله بيخس مع بعضه، يا اما كله بيزيد مع بعضه، مفيش جزء معين ينفع تخسسه عن الجزء الثاني، ولكن ممكن جزء بس انت عشان مركز عليه فهو اللي باين قدامك اكتر، لكن جسمك كله بيخس مع بعضه يا اما كله بيزيد مع بعضه. فتمرين الكارديو هتساعدك ان انت تحرق دهون عموما في جسمك، فبالتالي عضلات بطنك هتبان. تمارين الكارديو كتيره جدا، وفي حاجات كتيره جدا ممكن تجيبها من على اليوتيوب او من اي مكان وتعملها في البيت من غير اوزان، من غير اي حاجه، من غير حتى ما تروح الجيم، فالموضوع مش مكلف خالص ومش مجهد وما فيهوش اي حاجه صعبه، في البيت من غير اي حاجه. وبس كده. دلوقتي هنخش على التمرين. هتلعب 4 مجموعات من 10 ل 15 عده في كل تمرين. وبكده يا شباب ده يكون فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو دوت، ظبطوا عليا زي ما انا بظبطكم كده. يعني انا دلوقتي بنزل لكم فيديو كل اسبوع متواصل مش بقطع خالص، وكمان ادي المواعيد للناس اللي ما تعرفش، انت يوم الجمعه بينزل كل يوم جمعه فيديو الساعه 1،
وباقي الايام العاديه غير يوم الجمعه بينزل شورتات اللي هي الفيديوهات اللي بالطول، بينزل الساعه 1 والساعه 9 بالليل. فانت عندك كل يوم فيديوهات الساعه 1 والساعه 9 بالليل شورتات، يوم الجمعه الفيديو الطويل. فظبطوا عليا زي ما انا بظبط عليكم، وهتلاقوا اللينكات في الديسكربشن تحت، الانستجرام والفيسبوك والتيك توك وكل الحاجات بتاعتي هتلاقوها تحت، والتدريب الاونلاين والبرامج المخصصه هتلاقوا لينك الواتساب تحت. ابعتوا لي هاشتاج اونلاين كوتشنج سواء على انستجرام او على لينك الواتساب، هيعمل لكم ريدايركت على طول على الواتساب، تقدروا تبعتوا لي هناك وهيبعت لكم كل التفاصيل. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.